لأول مرة تحصل معايا السنة دي إن أنا أخرج من الامتحان وأنا مش متأكدة منه، لإن أنت لمّا تكون حالل في الامتحان مش كويس أو إن أنت في حاجات مش متأكد منها، ما تلومش نفسك على حاجة طالما أنت ما قصّرتش، طالما أنت ذاكرت وعملت اللي عليك وخلّصت كل المذاكرة اللي عليك وحليت الأسئلة اللي المفروض أنت تحلها، وفضلت تذاكر لحد آخر ساعة قبل الامتحان ده وخلاص خلّصت كل اللي عليك، يبقى أنت ما تلومش نفسك في ورقة الامتحان. ورقة الامتحان إجابتك في ورقة الامتحان دي بتكون توفيق من ربنا ليك في الحتة دي. أنت ذاكرت وعملت اللي عليك خلاص، دي ما فيش بإيدك حاجة تانية. طبيعي لمّا إحنا بنكون مذاكرين وعاملين اللي علينا كويس أوي وبنخرج من الامتحان في حاجات إحنا مش متأكدين منها، أو في مثلًا سؤال اكتشفنا إن هو غلط أو حاجة، إحنا بنتضايق من جوانا ده إحنا قعدنا كام يوم نذاكر وحلينا أسئلة كتير وفي الآخر لقينا أسئلة جديدة، أو إن إحنا مثلًا اتلخبطنا في حل السؤال، أو كنا مذاكرين سؤال كويس وجالنا في الامتحان وإحنا already نسيناه. ده أنت بتلوم نفسك وبتضايق نفسك على حاجة أنت غصب عنك، حاجة مش بإرادتك. من توتُّرك للامتحان ومن كتر المذاكرة اللي بتذاكرها أو ضغط المعلومات اللي بتدخّلها في دماغك، طبيعي إن أنت تنسى، طبيعي إن يحصل لك حالة توتُّر ساعة الامتحان. فطالما أنت ما قصّرتش وعملت كل اللي عليك يبقى ما تتضايقش من حاجة زي كده. اخرج من الامتحان وارمي كل حمولك وتوكُّلك كُلّه على ربنا طالما أنت حلّيت في الامتحان وذاكرت. اللي هو عادي بتحصل معانا وبتحصل معايا شخصيًا، إن أنا بابقى مذاكرة كويس وبادخل الامتحان بالاقي مثلًا في إجابة أنا نسيتها، بافتكر الإجابة مش بنفس الطريقة اللي أنا ذاكرتها، في أسئلة جديدة بالنسبة لي، باخرج من الامتحان متضايقة اللي هو طب ما أنا ذاكرت وقعدت ذاكرت كام يوم، طب المذاكرة دي كلها راحت فين؟ لأ، باقول اللهم إني توكلت عليك وخلاص، باسيب كل توكلي على ربنا، اللي هو أنا ذاكرت وعملت اللي عليَّ كله بإيد ربنا مش بإيدي. بتلاقي ناس كتير أوي ساعة الامتحان هي ما بتكونش مثلًا مذاكرة كويس وبتدخل الامتحان وبتلاقي في التقدير إنها جايبة تقدير عالي، غير إن هي متوقعاه تمامًا، يعني فرق بجد السما والأرض بين التقدير بتاعهم وبين مذاكرتهم. تلاقي في ناس مذاكرة جدًا لدرجة إن هي أصلًا بتشرح المادة للدفعة بتاعتهم وتلاقيهم جايبين تقدير قليل، طب ليه؟ ده بيرجع لتوفيق ربنا ليك في الحتة دي. إجابتك في السؤال وإن أنت تخرج من الامتحان متأكد وكمان نتيجتك دي بتكون توفيق من ربنا ليك في الحتة دي، فأنت ما تلومش نفسك عليها وتفضل متضايق بعد المادة دي وبرضه تأثّر في المواد اللي بعدها، لأ، أنت اعمل كل اللي عليك في كل مادة وادخل امتحنها وخلاص النتيجة دي بإيد ربنا. وبعدين يعني أهم حاجة تعمل اللي عليك زي ما ربنا قال وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني ربنا شايف تعبك وربنا شايف سعيك هيدّيك نتيجتك، لو ما كانتش في التقدير هيدّيك نتيجتك في أي حاجة تانية. وأهم حاجة مش علشان خروجك من مادة معينة تخلّيك إن أنت تبوّظ مواد تانية أو إن أنت ما تذاكرهمش كويس، لأ، ادّي كل مادة حقها وادّي كل مادة مذاكرتها علشان ساعة النتيجة سواء كانت أنت متوقع النتيجة دي أو نتيجة أقل من اللي أنت توقعته تكون راضي عن النتيجة دي. أنت في مادة معينة ما ذاكرتش كويس ودخلت الامتحان في معينة أنت ما ذاكرتش كويس فما عرفتش تحل لسبب معين في الامتحان، خلاص أنت لظرف معين أنت ما عرفتش تذاكر والطبيعي ربنا شايف الظرف اللي عندك ده، فأنت خلاص المادة خلصت ارميها ورا ضهرك. وآخر حاجة حابة أقولها طالما أنت ما قصّرتش في حاجة خلاص، ما تضايقش نفسك على نتيجتها لإن النتيجة بتاعة ربنا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ولو عندكم أي أسئلة ما تنسوش تكتبوها في الcomments.